السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعين ديالي العزاز الغاليين، شخباركم؟ ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، احسن الظروف، وما خاصكم حتى خير. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال، وصيام مقبول ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد تحليه زوينه ومنعشه وسهله التحضير وسريعه التحضير، واللي دارها غادي تعجبو. المهم نستغلوا في وقت الفريز دابا، ونكدوها لوليداتنا وراسنا، غادي تنفعنا في السحور ولا في الفطور ولا في اي وقت تنفعنا، لا في الصيام ولا في الفطار ولا في اي حاجه. المهم بسم الله على بركه الله، نتلاقاو ان شاء الله باش نقول لكم المقادير وطريقه التحضير. ان شاء الله غادي ناخذ غادي ندير هاد التحليه فيها تبقى ديال الفريز، عندي هذا جامد وعندي الحليب، غادي ندير تبقى ديال الكريمه بيضاء وتبقى ديال الكولي ديال الفريز. المهم غادي ندير دابا الحليب، ندير رشه تاع الحليب، والاول كنطلق فيه النشا باش ما يبقاش ليا الفقاع. عندي النشا نسترو الحليب، وعندي 2 معالق ديال النشا، ميكونوش كبار يكونوا متوسطين. هذا فيه هاد المعلقه الكبيره باش نعمرها. غادي ندير 2 معالق ديال السكر سنيده باش ما يجينيش حلوه بزاف، وعندي واحد الساشي د الفاني باش تجي المذاق ديالها ديال الفاني. اللي يدير هذا اللي يدير اسمها فلون ديال الفاني ديالو، تدير لتحت، خص حلوها مزيان باش ما تحرقش، حيت الا مشات تتحرقات كتشيط، خلوي ريحتها شايطه. غادي ندير 2 معالق ديال السنيده في الفريز، غادي نخليه يطيب وغادي نطحنو، ولا غادي ندوزو في الشبكه. 2 معالق 2 معالق هنايا في الفريز، 2 معالق في الحليب. صافي غادي نكمل الحليب الاخر اللي كان الناس مثلا عاده افراد الاسره تبارك الله كاينين العائله ديروا دوبلوا المقادير، ديروا يطرو ديال الحليب. حنا راه عقلان درت غير السيطر قادنا تبارك الله. صافي دابا غادي نرد هذه فوق البوطه، هي وهذا ديال الفري، وهذا الكاسروني فيها الفريز تا هو غادي نردهم بجوجهم. الفريز تا هو مع جامد، غادي نرد دابا. غادي يبدا يطلق بشويه بشويه، وهو كيطلق الماء ديالو هذاك تيتعسل. عاد نشوف اش غادي ندير ليه. صافي انا كنطيب وانا كنحركها باش ما تحتلش لتحت وتحرق. الفريز تا هو كيطيب باقي ما دارش، ومعاه مجمد غير كيترخى. المهم ها هو كاين. غادي نبقى نحرك فيها وهي كطيب حتى تعقد. هو الفريز ديال داك داب منه وطلق الماء ديالو، واصلا زدت واحد 2 معالق ديال الماء باش ما يتحرقش ليا السكر في الاول، حيت كان مجمد. ما كانش مجمد ما يحتاجش كاع الماء. صافي الكريمه ديالتي بعد ما طابت زدت واحد شويه ديال الفلون، بعد ما خلطته في شويه ديال الماء. الفلون ديال الشينواز زدتو لهاد الكريمه. صافي دابا غادي نفرغها ان شاء الله في الكويسات، والكولي ديال الفريز راه باقي كيطيب وغادي ندوزو في سميتو في الصفاي باش يحيد من ديك الزريعه، ونزيدو حتى هو شويه ديال الفلون. صافي انا وجدت الكويسات فاش غادي ندير. غادي نكب دابا في الزليفات مواتي غير النص. صافي الكويسات ديالي هما درت فيهم هذيك الكريمه الاولى. ان شاء الله غادي نخليهم على جانب كان يشدوا روسهم شويه، وغادي ندير فيهم ثاني ان شاء الله نوجد هذيك الكولي ديال الفريز ونخوي عليهم.
يلا نبقاو معايا ان شاء الله تنكمل الفيديو. الكولي ديال الفريز هو وجد. دابا غادي ان شاء الله غادي ندوزو من الشبكه باش نحيد منو ديك الزريعه ديال توليفي، ديك الزريعه الكحله، ونرجع معاكم. الكولي بالطاب دوزتو من الشبيكه حيت مع مجمد ما غاديش ديري، تيكون فيه بعد هذوك بحال الجلود. المهم صافي بارك غادي نخرج، دوزتو من الشبكه صافي. الكولي ديال الفريز كيف ما قلت لكم راه زدتو واحد شويه ديال النشا وزدتو شويه ديال الفلون قسمتو بينو وبين هذا باش يجمد، اللي ما بغيتوش يبقى جاري بحال هكاك غير الكوليه هكاك، بغيتو دير واحد الطبقه تكون واقفه. المهم غادي نزيدو دابا على الطبقه ديال سميتو. هذه التحليه تكون زوينه ونعيشه. تقدر تاخذها في اي وقت، في السحور ولا في الفطور، ولا اما كيتعشاش ولا شي حاجه بحال هكا ياخذها منعشه وزوينه. دابا راه وقت الفريز هذا صافي. وجدت الكويسات ديالي ان شاء الله. دابا غادي نخليهم على جنب حتى يشدوا يدفاو شويه، عاد نديرهم في الثلاجه. ودابا مع الجو بارد ما تحتاج كاع يداروا في الثلاجه، يبقاو غير على برا تاع الثلاجه في البوطاجي يتكلوا هكذاك. واللي كيبغي البروده وكيبغي حاجه بارده يديرهم في الثلاجه. المهم دابا انا صافي ساليتهم، هما عطاوني 5 تاع الكويسات، كتجي طبقات باينين. نتمنى تكونوا يبانوا لكم. والى هنا تنتهي الوصفه تاع اليوم، الفيديو ديال اليوم. كنقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله، وفي فيديو اخر في اطار الاقتصاد والتدبير المنزلي.